اهلا بيكم. ولو عايز تعرف ايه هي الاوراق المطلوبة للتقديم في شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة والاعلان الجديد اللي احنا قلنا انه من المتوقع جدا ان هو ينزل على اخر السنة، وده دايما موعد طرح الاعلانات الخاصة بالاسكان الاجتماعي والمتوسط. لو انت عايز تعرف ايه هي الاوراق المطلوبة تابع معانا في الحلقة دي وهنشرحها لك بشكل سهل جدا وبسيط عشان تبتدي تجهز في بعض الاوراق اللي هي ممكن تبقى مش كاملة عندك. لازم اول حاجة نعرف ان احنا الاوراق المطلوبة دي مقسمة لثلاث اقسام. اول حاجة اوراق خاصة بالحالة الاجتماعية بتاعتك، ان كنت اعزب او متزوج او ارمل، وهنقول ايه هي. تاني حاجة اوراق خاصة بالدخل بتاعك، الدخل بتاعك، مرتبك، مفردات مرتبك، شهادة الدخل بتاع المحاسب القانوني. تالت حاجة المستندات الدالة على محل الإقامة، المستندات الدالة على محل الإقامة، بالإضافة طبعا بقى للمستندات اللي هي موجودة في كراسة الشروط والإيصالات بتاع الدفع والحاجات دي كلها اللي هي مرتبطة بإن أنت تدفع المقدم والكلام ده كله، دي نخليها دلوقتي. الورق اللي احنا ممكن نبتدي نحضره من دلوقتي ونخليه جاهز معانا عشان لو في ورقة ناقصة نبتدي ناخد الثلاث أجزاء. أول حاجة مستندات الحالة الشخصية. أول حاجة حضرتك لو أنت أعزب مطلوب منك البطاقة فقط، مطلوب منك البطاقة فقط، ولازم يكون فيها زي ما قلنا ايه وظيفة. حتى لو انت مثلا ممكن يكون طالب بس اسمها فيها حاجة، لكن كلمة بدون عمل دي ساعات بتعمل مشكلة. دي حاجة. تاني حاجة حضرتك لو انت من المتزوجين هيبقى البطاقة بتاعتك انت وبطاقة المدام، ولو في اطفال هيبقى في شهادات ميلاد الاطفال. بالاضافة كمان لو انت متزوج هيطلب منك قيد عائلي، او لو انت متزوجة هيطلب منك قيد عائلي مميكن مش قيد فردي. في ناس بتروح السجل المدني يروح عامل لهم قيد فردي لا ويوقع الدنيا. طب في مشكله برضو من ضمن الاوراق بتقابل الناس كلها، وهي هو الورق ده يا جماعه انا دلوقتي مطلق، المطلق ده بعامل معاملة الأعزب ولا بعامل معاملة اللي هو المتزوج؟ لا حضرتك المطلق لو معاك أطفال أو لو معاكي أطفال بتعاملي معاملة الأسرة، يعني لازم قيد عائلي مميكن اللي هي ايه المطلقه طبعا. والمطلقه برضو لازم يزود عليها قسيمه الطلاق، والقيد العائلي ده بيبقى موجود فيه انه ايه البيانات بتاعتك كلها. لو انت ارمله بيضاف طبعا شهاده وفاه الزوج مع برضو ايه اللي هي لو في اطفال بيبقى ايه شهادات ميلاد الاطفال والحاجات دي كلها. ده بالنسبه لاوراق الحاله الاجتماعيه. والاوراق الشخصيه ده قسم انت تخليه لوحده كده وتراجع معانا عليه، وهنقعد نعمل فيديو مخصوص نراجع معاك على الورق ده كله. طب الفيديو القسم الثاني في الاوراق اللي حضرتك لازم تراجعها ورق الدخل. حضرتك الدخل بتاعك ده بيبقوا حاطين دايما كده في كل اعلان اسكان اجتماعي الدخل بتاعك من كذا لكذا. يعني ما ينفعش طبعا اقل، دي حضرتك دي ملوش حد ادنى، ممكن 1500، لكن حد اقصى بيبقى في الاجتماعي دايما محطوط حد اقصى. يعني ما ينفعش مثلا يزيد للاعزب فوق ال 6000 جنيه او للاسره عن 8000 جنيه، دي كان اخر حاجه موجوده في الاعلان السابق يعني. ولكن ممكن طبعا يزيد، ده ممكن وارد يزيد، ولكن احنا هنتكلم دلوقتي على الفكر ان انت تعمل شهاده دخل. حضرتك الوظيفه موجوده في البطاقه تبقى حضرتك تجيب مفردات مرتب. كلامي ايه؟ كلامي واضح. الوظيفة موجودة في البطاقة يبقى حضرتك تجيب مفردات مرتب. ممكن حضرتك واحد يقول لي طب برنت التأمينات ضروري ولا مش ضروري؟ اقول لك لا، برنت التأمينات مش ضروري، بس انت برضو هنا خلي بالك في نقطة مهمة جدا، ان انت لو الوظيفة موجودة في البطاقة والوظيفة اتغيرت يبقى انت هنا برضو هتجيب شهادة دخل وتجيب اكنك عامل استقالة من الشغل الاولاني وترفقها في الورق وتعمل بقى ايه شهادة دخل بالشغل الجديد، لان انت هنا محتاج تثبت لهم ان انت كنت في شغل وادي اللي هو موجود في البطاقة اهو، ورحت شغل جديد اللي ادي شهادة الدخل بتاعه. طبعا حدود الدخل احنا بننصح الناس ان هو انت على حسب ما انت عايز تدفع مقدم كبير ولا صغير. عايز تعمل المرتب بتاعك كبير هتدفع مقدم صغير، عايز تعمل المرتب بتاعك صغير هتدفع مقدم كبير، ده اللي هو بعد طبعا الاقساط الربع سنويا. ده بالنسبه لي ورق الدخل، ومن اهم الاوراق ومن اكتر الحاجات طبعا اللي بيترفض عليها اللي هو شهاده الدخل. طب الجزء الثالث بتاع الورق وهو جزء محل الاقامه. الاسكان الاجتماعي زي ما شرحنا قبل كده ان هو بيشترط عليك ان انت تكون معاك ايه، معاك محل اقامه في نفس المحافظه اللي انت هتقدم فيها. يعني لو انت من الجيزه لازم يكون معاك محل اقامه في بطاقتك
او بطاقة المدام عنوان الجيزة. حضرتك انت لما انت بتقدم البطاقة بتاعتك دلوقتي انت معاك وقت، حتى لو انت عايز محافظة معينة بسهولة جدا ان انت ممكن تغير محل اقامتك عليه. طبعا مش ده المستهدف من صندوق الاسكان الاجتماعي، هم عايزين كل محافظة لسكانها، بس انا بحاول احل لك مشكلة. لا، ممكن حضرتك لو انت عايز محافظة بتغير عنوان البطاقة، ودي ليها طرق وممكن نشرحها في فيديو مخصوص يعني. ولكن انت في حالة ان البطاقة بتاعتك فيها محل الاقامة بتاعك، حضرتك بتجيب البطاقة وبتجيب عقد ايجار معمول له اثبات تاريخ، عقد ايجار معمول له اثبات تاريخ وايصال مرافق حديث. يكون طبعا مش شرط انت تجيبه دلوقتي بقى، ممكن تجيبه مثلا لما الاعلان يطلع، لان ده ما ينفعش يكون عدى عليه 3 شهور، لازم يكون قبل 3 شهور. فانت ده ايصال مرافق حديث، عقد ايجار معمول له اثبات تاريخ بيتعمل في الشهر العقاري بحاجه بسيطه جدا، يعني مبلغ رمزي جدا وبيتعمل وانت واقف، وايصال مرافق حديث، دول اثبات محل الاقامه. لو انت بتعمل بقى في مكان، ما هو قال لك يا محل اقامه يا عمل، يبقى حضرتك هتجيب ما يثبت من الشركه ان انت شغال في الشركه في المكان الفلاني، يعني جواب خطاب من الشركه، وده بيفيد بيعطى بديل لان انت محل الاقامه ما يعني انت مثلا بتاعتك في القاهره وانت بتشتغل في اسكندريه، والشركه هتديك ورقه ان انت شغال في اسكندريه، ممكن تقدم ساعتها فين؟ في الشقق اللي هي في اسكندريه، وبرضه ممكن تقدم فين؟ في اللي هي في القاهره، لان طبعا يكفي حاجه واحده فيهم تثبت مكان الاقامه بتاعتك عشان تقدر تاخد شقق. دول الثلاث بنود اللي هم موجودين عشان حضرتك تقدر تجهز الاوراق بتاعتك. ده بالاضافه طبعا زي ما انا قلت لكم اللي هي كراسة الشروط اللي هي هتنزل مثلا في مكاتب البريد، ده حضرتك بتاخد الاستمارة منها مع ايصالات الدفع بتاع الكراسة، مع ايصالات دفع المقدم، الحاجات دي كلها بتتحط من ضمن الورق وبتترفع على الموقع. تعالوا نتابع مع بعض الفترة اللي جاية دي لغاية لما الإعلان الجديد ينزل، نتابع مع بعض، ويا ريت تتابعوني الفترة اللي جاية دي، ويا ريت الناس اللي رجعت تاني تشوفني، لأن أنا طبعا ناس كتير جدا جدا كانوا متابعيني في منصات اليوتيوب والفيسبوك على القناة الأصلية بتاعتي وعلى القناة التانية. يا ريت نبعت الرابط بتاع القناة دي ونعمل اشتراك في القناة دي، عشان دي اللي هينزل عليها كل أي أبديت خاص بالإسكان الاجتماعي، وأي أبديت خاص بالموضوع ده هينزل على هذه القناة. فنتمنى طبعا كل اللي هو مش متابعنا يتابعنا الفترة اللي جاية دي، وإن شاء الله إن شاء الله نقدم لكم محتوى مفيد خاص بالإسكان الاجتماعي. ونتمنى يا رب دايما نتمنى نخلي بالنا بقى ان كل واحد عنده مشكله في ورقه يبتدي يجهزها من دلوقتي. القيد العائلي بتاعك فيه مشكله، ابتدي حاول تصلحه من دلوقتي. في ناس بيبقى فيه اسامي غلط، فابتدي اعمل تشيك كده على القيد العائلي، هل هو ممكن يطلع بسهوله ولا في مشكله؟ في بعض الاحيان محل الاقامه بياخد وقت عشان يتغير. كل ده نبتدي نتحرك فيه من دلوقتي، عشان لما ان شاء الله يجي الاعلان يبقى كلنا جاهزين، وان شاء الله نحضر المقدم بتاعنا اللي هو هيتراوح زي ما قلت لكم من 20 ل 25 في المتوسط، ده يعني هيتراوح عشان تقديم الشقق الجديده. يا رب الخير للجميع، ويا رب دايما اشوفكم بخير، اشوفكم على خير. شكرا، الى اللقاء كل متابعينا الكرام.